يغسل في سيارته. برا ضبح علي يا بشا، قول له قال لك عمك الحاج المبروك تعالى. لا باس يا حاج مبروك، خيرك شنو فيه خيرك؟ كيف شنو فيه؟ ما شفتش المية المغرقة الشارع؟ وخيرها المية، اكيد واحدة من سوين الشارع تسيق فوشة ولا واحد يغصب سيارته يا حاج. يعني عندك التبصريق هدايا عادي؟ والله يا حاج مش عادي، لكن تعودت عليه. وبعدين المية قلبها ما شاء الله، كان واحد يغصب سيارته ولا مرة تسيق فحوشة شنو بينقص منها المية يا حاج؟ تو بالله عليك هذا كلام يا حويته. المية نجيبوا فيها من 4000 كيلو باش نشربوا منها ونستعملوها في النظافة ونطيبوا منها، ولا باش نغسلوا بها السيارات بهالطريقة هذه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا عم الحاج مبروك؟ خير يا عم حويته؟ خير يا ولدي. هاد انت يا ماجد تغسل في سيارتك في الشارع هيك؟ وخير يا عم الحاج مبروك، شن فيه؟ كيف سنفية يا ولادي؟ تعرف المية اللي تغسل بها في سيارتك منين جاية وقداش تكلف الليترة؟ ايه هاد المية من الخزان الرئيسي، قصدي الخزان الكبير بتاع البلدية. والخزان الكبير منين جاياتها المية؟ والله ما ندري عليه يا عم الحاج. تعال يا ولادي وتو نفهمك منين تجي المية، وبعد ما نفهمك كان تبي تغسل سيارتك اغسل. يا ولادي يا ماجد، كنا نسكنوا في البراريق واللي هم كواخ الصفيح، وكنا نمشوا نعبوا من شيشمة واحدة في الحي، وما فيش أسرة ليبية تستهلك في 5 لترات في اليوم. وعلاش 5 لترات بس؟ لأن يا بشا ما عندناش سيارات ولا بيوت زي توا. هذيك كانت أيام عازة وربي افتحها علينا وجانا النفض وبلادنا تحررت وكتر الخير وسكننا في بيوت عصرية. المية الجوفية قاعدة تنقص بشوية مع سدتنا ولت مالحة. بعدين شن درتوا يا عم الحاج مبروك؟ قعدنا يا ولادي نمشوا ندوروا في المية الحلوة وين ونعبوا فيها بالباطيل ونجيبوا فيها. وعلاش ما تشروش المية من المحلات؟ يا والله عليك بشا، توانا بالله عليك هذاك الوقت المية المعلبة. وبعدين اسمان عندنا عيب اللي يبيع المية، ولا يا حاج مبروك؟ اصدقت يا حويته، من 15 سنة كل يوم كنت نعبي في البراميل متاعي ومتاع الجيران. يمشي معاي عمكم حويته، نمشوا 20 كيلو من هنا باش نجيبوا المية الحلوة اللي تنشرب. الله، لكن مازال ما قلتليش منين جت المية الحلوة اللي عندنا توا. جايك في الكلام يا ولادي. لقينا بحيرات من المية الحلوة تحت الرملة في الصحراء الليبية، وكبر البحيرة 350 ألف كيلومتر مربع من المية الحلوة. ما شاء الله يا عم الحاج مبروك. قعدنا نوفروا في الميزانيات باش ننفذوا مشروع النهر الصناعي العظيم اللي طوله 4000 كيلومتر من البحيرات اللي في الصحراء نجيبوا في المية للشمال. وكل عام قعدنا نحتفلوا بوصول المية لمجموعة من المدن. تعرف يا حاج المبروك، عندي كتيب على النهر الصناعي العظيم فيه معلومات عن المية تقول. وشن تقول يا حويته؟ يا باشا النهر الصناعي أكبر مشروع دار الإنسان في العالم لنقل المياه. الأنابيب قطرها 4 متر. تعرف يا باشا ولا تخش فيه سيارة لفكم. ما شاء الله ما شاء الله. والحديد المستخدم في صناعة الأنابيب يلف على الكرة الأرضية 51 مرة. والركام اللي هو الشرشور يا باشا المستخدم في الأنابيب هذه يدير طريق معبدة من طرابلس للهند. ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. ومش هيك وبس، المية بتاعها 10 أضعاف مية السد العالي بتاع نهر النيل وغيرها يا حاج. المية اللي نغسلوا بها في سياراتنا ونسيقوا بها في بيوتنا كل قطرة تقطع في 4000 كيلو باش توصل لنا. والله عندك الحق يا عم الحاج مبروك، وأنا آسف مرة تانية ما عادش نغسل سيارتي بالطريقة هذه، وتوا نروح للحوش ونقول لأمي وأخواتي ما عادش يزيقوا الحوش، نخليهم ينشفوا تنشيف. بارك الله فيك يا ولادي. راهو يا حاج ليبيا عطاها ربي الخير، غير احنا لازم نحافظوا عليها. صح عليك حتى انت يا حويته، بارك الله فيك. باي اسمع عادي اللي في المرية يا حاج، اسمع.